ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سامو. زي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك، هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الصوره اللي قدامكم ديت صوره مريض مصري في السعوديه. ايه اللي حصل وايه القصه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض واحده واحده. الراجل ده شغال في السعوديه، وقع في الشارع واغمى عليه، الاسعاف خدته للمستشفى. بعد ما عملوا له الاسعافات الاوليه الدكاتره قرروا ان ليه علاج ب 400 ريال في اليوم الواحد لمده يومين، يعني 800 ريال. الدكتور بيقول انا فتحت المحفظه بتاعت الراجل وهو نايم، لقيت فيها 20 ريال بس. الراجل لما صحي الدكتور بيقول له انت ليك حد هنا في الرياض تعرفه؟ قال له لا ماليش حد. الدكتور قال له طب انت الروشته بتاعتك هتتكلف في اليوم الواحد 400 ريال، هتعمل ايه فيهم؟ وانت المفروض محتاج يومين، يعني 800 ريال للعلاج بتاعه. انت هتعرف تتصرف في الفلوس دي ازاي وهتجيبها منين وهتعالج نفسك ازاي؟ المصري قال له بعد اذنك وريني الروشته. بعد ما المريض شاف الروشته اداها للدكتور وقال له بعد اذنك اخرج في الشارع وشوف اي حد مصري قول له اخوك مصري موجود في المستشفى ومحتاج العلاج دوت. فالدكتور خد منه الروشته ومش عارف هو هيعمل ايه او هيتصرف ازاي. فالدكتور خد الروشته من الراجل، بس الفضول كان واخده ان يعرف ليه الراجل قال الكلمه دي بالذات، وليه ان هو يخرج ويقابل حد مصري ويديله الروشته. فخد الروشته فعلا وفضل واقف شويه بره قدام المستشفى يشوف الناس اللي معديه رايحه جايه، لغايه ما شاف اتنين من هيئتهم عرف ان هم مصريين او حس ان هم مصريين. نده لهم وقال لهم ليكم اخ مصري محبوس في المستشفى ومحتاج العلاج دوت. واحد منه قال له طب هات الروشته، ورقم الجناح بتاعه كام؟ قال له رقم الجناح بتاعه. المهم خدوا بعضهم ومشيوا. الدكتور بيقول كل اللي جه في دماغي ان هم هياخدوا الروشته ويقطعوها ويمشوا ومش هيرجعوا تاني، بس الفضول برضه واخده ان هو يعرف هل المصريين دول هيرجعوا تاني ولا مش هيرجعوا. دخل قعد جنب المريض شويه، اتفاجئ بواحد من الاتنين دول داخل وفي ايده شنطه العلاج اللي هي اليومين اللي هم ب 800 ريال سعودي. التاني دخل شايل شنطه فيها فاكهه وفيها عصاير وفيها حاجات للراجل المريض، وقعدوا معاه شويه وقعدوا يهزروا معاه. وبعد كده وهم خارجين راحوا حاطين ايديهم تحت المخده. الدكتور خد باله من اللي عملوه بعد ما المصريين مشيوا ودخل وحط ايده تحت المخده، لقى ان هم حاطين له 200 ريال. الفكره كلها بيقول هو احنا مش بشر ولا المصريين هم اللي ملايكه؟ المصري مهما كانت الظروف صعبه عليه اكيد لما بيتحط في مواقف زي كده بيقف راجل وبيسد. هو ده طبع المصري وهو ده كرم المصري وده اخلاق المصري. شكرا لكل مصري جميل.